بعد أخذ العينات السريرية من عدد من المرضى النفسيين المقيمين لفترات طويلة في المصحة، واستطعت تشجيعهم على الخروج التدريجي من بيئة المصحة إلى حياتهم العامة. أولا، في حالة عبد الودود الذي كان يعاني من اضطراب وسواسي قهري متركز في النظافة والخوف من التلوث، تم العمل على خفض حدة الأعراض عبر تعريض متدرج لمثيرات القلق، ثم تحفيزه للعودة إلى عمله اليومي. ثانيا، في حالة نديم المصاب بالهلوسات السمعية، اللاعب الموهوب الذي تجمد عند صدمة انهيار حلمه الرياضي، تم إعادة ربط هويته بالملعب بشكل مختلف، وذلك عبر اقتراح دور جديد له كمدرب أطفال في أكاديمية كرة قدم. لكن في الحقيقة أنا لم أفعل شيء. فهذه العينات رغم سنوات إقامتهم الطويلة في المصحة كانوا من الناحية النفسية أشبه بالمتعافين تماما، ويمتلكون قدرا كافيا من الاستبصار والقدرة على التكيف، ويستطيعون العيش في المجتمع بكل أريحية لو أرادوا. ومع ذلك رفضوا جميعهم الخروج لسنوات متتابعة، ليس خوفا من المرض ولا من وصمة المجتمع، بل من مغادرة المصحة نفسها، المكان الذي تحول في وعيهم إلى بيت آمن وأسرة بديلة كاملة. السبب في هذا لم يكن الدواء ولا الفريق العلاجي الرسمي، بل كان شخصا واحدا بينهم، كان بالنسبة لهم كل شيء، صديقا وأبا وأخا أكبر ومرجعا حكيما في آن واحد. هذا الشخص عالجهم حين كنا نظن أننا نحن الذين نعالجهم، أعاد بناء احترامهم لذاتهم، عدل أنماط تفكيرهم وسلوكهم السلبي، علمهم التعايش مع أمراضهم بدل الحرب القهرية ضدها، حتى أصبح اضطرابهم جزءا معروفا ومفهوما، لا عيبا سريريا ولا وصمة مخجلة. والأهم من ذلك أن هذا الشخص نفسه هو الذي استطاع في النهاية أن يحفزهم على اتخاذ قرار الخروج والبدء من جديد خارج المصحة. ما لا أبي اليوم تأخر والله، لو هو عروسي ما يجلس لهذه الساعة. يا ابني لا تقلقش عليا، انت ارقد وبس. تمام لما اروح انا شاكلمك بكل التفاصيل. يلا مع السلامة.